كاينين شي قصص الا تسمعات ما كتبقاش غير في ودنيك، كتدخل حتى للقلب ديالك. قصص كتخليك تشك في القانون وفي السلطة، في الناس اللي كنتي كتظن انهم مزيانين. كاينين وحوش ما كيبانوش في الغابة ولا في الليل، ولكن كيلبسوا لباس الدولة وكيمشيو وسط الناس عادي. السلام عليكم، انا المهدي، واليوم غادي نحكي لكم واحد القصة اللي من اخطر القصص اللي عرفها المغرب في التاريخ ديالو. قصة الكوميسير محمد مصطفى ثابت اللي استعمل السلطة باش يدير اللي بغا. محمد مصطفى ثابت تزاد سنة 1939 في مدينة الدار البيضاء، في وقت كان المغرب مازال تحت الاستعمار الفرنسي. تربى ثابت في الدار، الأب ديالو كان فقيه كيعلم القرآن، يعني من برا أسرة كانت كتبان محافظة ومتدينة. ثابت قرا حتى كمل الثانوية في سنة 1960. في الأول ما دخلش للبوليس، خدم معلم ديال العربية في مدرسة صغيرة في بني ملال، ودغيا ترقى حتى ولا مدير ديال المدرسة. احبس هاد الطريق ورجع للدار البيضاء. في سنة 1974 قرر ثابت يدخل المعهد البوليس الملكي في قنيطرة. تخرج ودخل سنة 1975 لجهاز الاستعلامات العامة. هذا الجهاز كان خطير وعنده نفوذ كبير، حيت كيتكلف بالمراقبة والمعلومات. في 1976 ترقى ثابت ولا كوميسير، ومن هنا بدا الوجه الحقيقي ديالو كيبان لأول مرة. وفي نفس السنة اللي ترقى فيها ولا فيها كوميسير دار أول اعتداء لواحد البنت، قدرات تهرب وقفزات من الشرجم ديال الدار ديالو قبل ما يكمل الجريمة اللي كان مخطط ليها. ولكن البنت ما مشاش الديكلارات، ما تحل حتى شي تحقيق في الحق ديال ثابت. هنا ثابت تعلم واحد الدرس خطير: انا محمي، انا فوق الحساب. سنوات كدوز وثابت كيطلع قريض. في 1982 ولا رئيس ديال الاستعلامات العامة في بني مسيك سيدي عثمان، ومن بعد تشد ليه المنصب في عين السبع الحي محمدي، حتى وصل سنة 1989 ولا رئيس مكتب الاستعلامات العامة في الدار البيضاء كاملة. يعني ببساطة الراجل ولا قوي، عنده الكلمة، اللي كيهضر يقدر يسد ليه فمه. من برا ثابت كان كيبان كوميسير معروف في الخدمة ديالو بالصرامة والانضباط والقوة. كان باين متدين، دار الحج، تسمى بين الناس الحاج ثابت. ووحدة من الضحايا قالت منين كيسمع الأذان كيوقف الاعتداء، كيصلي وكيرجع يكمل الاعتداء ديالو على الضحية. كان مزوج بجوج عيالات وعنده 5 ديال الأولاد، ولكن ورا هاد الصورة كان وحش كيستعمل الدين والسلطة كغطاء. ثابت اعترف أنه كان كيمشي قدام المدارس والكليات والشوارع الكبيرة غير باش يصيد. كان كيوقف البنات كيقول لي ما انا بوليسي، خاصني غير نهضر معاك شوية، ومن بعد كيهزم مباشرة للدار ديالو. ما كانش كيفرق بين المرأة المجوجة ولا العزبة ولا الكبيرة ولا الصغيرة. كاينين حالات اغتصب فيها الأم والبنت ديالها وبنت ختها عندها 15 سنة من نفس العائلة، يعني اغتصب العائلة كاملة. في الدار ديالو كان مركب كاميرات مدرقم وميكروفونات مخبين والتسجيلات من زوايا مختلفة، كل طنبير في كاميرا. كان كيصور كل شيء، كان كيعنف وكيضرب حتى يبان الدم في بعض التسجيلات. واعترف أنه كان كيصرف أكثر من 5000 درهم في الشهر على الدعارة، وباللي كان كيبيع دوك الفيديوهات اللي كيسجل العيالات كيبيعهم للخارج المغرب المواقع الإباحية. ثابت ما كانش بوحدو، كان كيعتمد على صحابو اللي خدامين معاه باش أي ضحية مشات قدمت الشكاية ضده كيمسحوا الأدلة وكيساعدوه باش أنه يبقى يخدم كما بغا. وكان كيهدد الضحايا وكيقول لهم أنه يقدر يديهم للطبيب ديال النساء باش يرجع لهم العذرية. وهذا الطبيب اللي كان خدام معاه والزملاء الآخرين تحاكموا من بعد. في 1990 جوج عيالات مشاو قدموا شكاية ديال الاغتصاب والاختطاف، ولكن البوليس حاول يقنعهم يسحبوا الشكاية. علاش؟ حيت هذاك اللي دعوه كان هو الرئيس ديالهم. هاد جوج عيالات مشاو واحد الكوميسارية واحدة أخرى حتى هما تجاهلوهم وكاع ما استمعوا ليهم. في 1992 واحد الدري مغربي كيقرا في الطاليان في مدينة ميلانو كان دخل الانترنت حتى شاف فيديو إباحي وتعرف على وجه اختو. الدري رجع للمغرب وهضر مع العائلة وعرف الحقيقة كاملة. والدري دار خطة ذكية بزاف،
صور الاعتراف ديال ختو وصيفط الشريط ديال التسجيل للسفارة الإيطالية. الشريط وصل للوزير الأول، والوزير الأول بعد ما شاف الشريط صيفطوا للملك الحسن الثاني. وهنا الملك حسن الثاني مر باش يفتحوا تحقيق سري من طرف الدرك الملكي. وفي 1993 في فبراير نهار 2 الدرك الملكي دخلوا للدار ديال ثابت بلا ما يعلموا البوليس. لقاو 118 فيديو إباحي، لقاو لائحة فيها أسماء وعناوين ديال الضحايا، ولقاو المخدرات ومعدات ديال التصوير، ميكروفونات وكاميرات. العدد ديال الشكايات وصلت ل 518. كاين تقدير كيوصل حتى ل 1200 أو أكثر من الضحايا. المحاكمة بدات في 1993 في فبراير نهار 18 سرية واحد ما عارف في رمضان. ثابت اعترف بالأشرطة وقال وصل حتى ل 1500 علاقة جنسية. المحامي ديالو قال بلي أنه كان مريض وحتى أنه مسكون بالجن، ولكن المحكمة رفضت هاد الأعذار. ونهار 15 مارس 1993 صدر الحكم الإعدام رميا بالرصاص. نهار 5 شتنبر 1993 في قنيطرة فيقوا مع الصباح على الأذان ديال الفجر، صلى وقال الشهادة وربطوا مع واحد العمود في غابة المعمورة. كان آخر حاجة غادي يقولها. تحكم عليا على شي حاجة كيديروها بزاف ديال الناس. طلقات ديال الرصاص خرجات وتسجل الموت. من داك النهار ثابت ولا آخر شخص كيتعدم في المغرب. القضية تسدات ولكن الجرح بقى. الرسالة واضحة، ماشي كل وحش كيبان، بعضهم كيلبس لباس القانون. وهنا كتسالي القصة ديال اليوم مع مهدي يحكي. وإلا بغيتو قصص أخرى بحال هذه حقيقية ديروا متابعة وخليو تعليقات حول هذه القصة. وشكرا لكم على المشاهدة.